يا صديقي، قاعد يعني هنا هوت لحالك مش قاعد معانا؟ اشمعنى يعني؟ لا مفيش، بس بسألك يعني شايفك زهقان او في حاجة مضايقاك، وقاعد يعني عمال تلعب في النار. لا مفيش. مفيش ازاي بقى؟ استني بس النار ديت تطفي وبعدها هدخل اقعد جوه. هتطفي ازاي وانت كل شوية عمال تحط لها حطب كل ما بتهدى؟ اه صح، تصدق معاك حق. بس مش غريب عليكم على فكرة، ما انتوا برضو كده هوت. كده ازاي بقى يا عم الفيلسوف؟ في ناس لما بيشوفوا حد بيقدم حاجة مش عاجباه على السوشيال ميديا مش يسيبه في حاله او يعمل له بلوك، لا بالعكس. في اللي بيدخل يكتب له تعليق، بيبقى غالبا بيشتمه على فكرة. وفي كمان اللي بيدخل يعمل له لايك منه بيقدم الشيء دوت وبيضحكوا حبتين. وفي بقى الاسخن من ده كله، الشخص اللي هو بيبقى مستاء قوي من الفيديو دوت، فيقوم يعمل شير عشان يقعد يتكلم عليه ويوري اصحابه قد ايه ان هو مستاء قوي من الترند دوت او من الشخص اللي بيقدم الحاجة دي، فبالتالي بتصبح ترند. فشفت بقى انها مش غريبة عليكم، نفس القصة، لكن دي نار. يلا سيبني اشرب شاي. أهلا بيك يا صديق. بيقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ونهجو ذا الزمان بغير ذنب، ولو نطق الزمان لنا هجانا. وده الحقيقة كان كلام كتبه الإمام الشافعي رحمة الله عليه يجي من 1200 سنة. فلك أن تتخيل إن من 1200 سنة الناس بتقعد تلعن وتسب في الزمن وكأنه هو المشكلة. بس اختصرها الإمام الشافعي الحقيقة في القصيدة بتاعته، وعرفنا إن العيب مش في الزمن، هو العيب فينا. والحقيقة بقى أنا جاي لك عشان خاطر النقطة دي بالذات. فأنت دايما بتشتكي من انتشار الترندات والهيافات اللي بتشوفها على السوشيال ميديا، رغم ان العيب الحقيقي هو انت شخصك اللي بتسمح لنفسك انك تتفرج على الفيديوهات اللي زي ديت، فبيزود معدل انتشارها بين الناس، وبتبقى يعتبر انت وقود الترند، وتيجي في الاخر تقول ايه اللي احنا بنشوفه ده. اسم الحقيقي حمادة محروس، الشهير بحموكشة، السن 25 سنة، صديق متعافي من إدمان الترندات والفرجة على الريلز اللي في السوشيال ميديا. فأنا دخلت المجال دوت لما صاحبي بدأ يوريني فيديوهات تافهة وكانت منتشرة الحقيقة وقتها على السوشيال ميديا. والحقيقة أنا وقتها كنت منبهر جدا بالكلام الفاضي دوت، وكان عندي وقت كتير ما كنتش عارف أضيعه فين. مرة في التانية الحقيقة لقيت نفسي مش بعرف أنام بالليل. كل ما أجي أنام على السرير أفضل أتتبع هيافات الناس على السوشيال ميديا، وأقعد أقلب في الريلز ديت وأشوف أي حاجة تافهة أقدر أتفرج عليها، لحد لما الموضوع بدأ يتطور معايا واحدة واحدة. والحقيقة لقيت نفسي بقيت بتفرج على نوعية تانية خالص من الفيديوهات والترندات ديت. يعني أفتكر إن أول نوعية من الفيديو دوت اتفرجت عليه كانت بعنوان شاهد قبل الحذف، معزة بتجر كلب من ديله. وبعدها الموضوع بدأ يروح معايا لمستوى تاني خالص، فبدأت أعمل شير لبوستات زي صورة مثلا بيبقى نصها كلب البحر والنص التاني طائر، واكتب على البوست دوت: لا تخرج قبل أن تقول سبحان الله. ولما الإدمان بدأ يتحكم فيا أكتر الحقيقة لقيت نفسي بدأت أنا اللي أصنع الترندات، وبحب أنا اللي أعمل البوستات ديت وأبدأ أدخل أكبر كم من الناس معايا عشان يبدأوا يتفرجوا على التفاهات ديت. وواحدة واحدة الموضوع دوت ما بقاش بيشبع رغبتي، وبقى رغبتي أكتر هي الفضول إن أنا أبدأ أتتبع هيافات الناس، وأبدأ أتتبع الفضايح بتاعتهم، وأبدأ أعرضها على الناس ونتفرج عليها. يمكن من بعدها ببدأ أصنع الترند، لحد لما جيت في مرة وربنا هداني، والحمد لله إن أنا وقتها بدأت ألحق اللي باقي من مخي قبل ما يتلف هو كمان. وعشت وقتها الحقيقة في
في الفترة ديت أسوأ أعراض الانسحاب، فوقتها كنت بصحى بالليل وبحس إن أنا عايز آكل ورق شجر، معرفش ليه، وكنت بحب أعمل حاجات غريبة جدا خارجة عن الطبيعي. وبدأت واحدة واحدة أحس إن أنا ساعتها ما ببقاش إنسان، خصوصا وقت أعراض الانسحاب. وساعتها الحقيقة بدأت أبعد عن التليفونات شوية، وبدأت أقفل التليفونات بتاعتي وأحاول ما امسكهاش كتير ولا أفضل أبص في الريلز بتاعت الناس ولا الفيديوهات. لقيت وقتها إن الوقت عندي بقى كتير واليوم ما بقاش بيجري بسرعة، وبقى عندي الحقيقة وقت إن أفكر أفتح مشروع لنفسي. واحدة واحدة لقيت نفسي بقرأ كتاب واتنين، والمخ الحمد لله بدأ يستعيد صحته من تاني وقدرته على التعافي، وبدأ يفكر كويس زي زمان. بس كده، وهي ديت كانت حكايتي مع إدمان الترندات، والحمد لله أنا قدرت أتعافى منها، وإن شاء الله أنتوا كمان يا رب تتعافوا منها. الترندات والفيديوهات التافهة. حاول كده في مرة يا صديقي تراقب نفسك قبل ما تنام أو أول لما تصحى من النوم. هتلاقي أول شيء بتعمله أو آخر شيء بتسيبه من إيدك هو التليفون، وغالبا آخر حاجة كنت بتدور عليها ولو كنت سنجل هتلقى إن أنت بتقعد تشغل فيديوهات تافهة ملهاش أي لازمة. الفيديوهات ديت للأسف مش بتساعدك غير إنها بتتلف مخك، وللأسف بتشتت دايما تركيزك، يعني بتبقى صعب انك تركز في شغلك او في مذاكرتك بعدها، خصوصا لو بتتفرج على فيديوهات قصيرة. والعادة ديت بتكون يعتبر هي ادمان، بس ادمان من نوع تاني بيكون ادمان سلوكي. فتعرف يا صديق ايه هو الرابط ما بين المحتوى التافه وما بين علبة السجاير؟ ان الاتنين غالبا بيضروك، بس واحد بيضر عقلك والتاني بيضر صدرك. وقبل ما اختم معاكم الحلقة يا صديقي الانسان، احب انصحك نصيحة، انك يا ريت ما تكونش وقود للترند ولا للفيديوهات التافهة ديت. فصدقني صحتك وعقلك ووقتك اغلى بكتير من التفاهات اللي انت بتضيعها في الفرجة على الفيديوهات اللي ملهاش اي لازمة. وفي نهاية الحلقة أحب أشكركم وأعتذر لكم لو طولت عليكم، ويا ريت تكتبوا لي تحت في التعليقات تحب نتكلم في إيه الحلقة الجاية. دمتم في رعاية الله.